رجال الإغاثة يتوجهون على جناح السرعة إلى مكان الحادثة، وحالة من الذعر والهلع تعم محكمة مدينة مولان بالضاحية الجنوبية للعاصمة باريس، حيث وقع إطلاق نار في طابق علوي. أحد المحامين يروي التفاصيل. شاهدنا رجال الأمن يركضون في كل مكان قائلين إن شيئا ما وقع في الطابق الثاني. إثر ذلك وصلت الشرطة، فهمنا أن هناك مشكلا، وعرفنا بعد ذلك أن شخصا ما أطلق النار على نقيب المحامين. منفذ الاعتداء لم يكن سوى محام سابق بهذه المحكمة يدعى جوزيف سيبيليتي. كان على موعد مع نقيب المحامين بمكتبه لفض خلاف مهني، وعند الولوج إلى المكان أطلق النار على النقيب إنريك فانيي قبل أن ينتحر، فيما أصيب النقيب بجروح خطيرة جعلته في حالة صحية حرجة. الرجلان كانا على خلاف، إذ تم توقيف المحامي ل3 سنوات من قبل هيئة المحامين بمولان لتوجيهه تهديدات إلى النقيب، كما منع من الدخول إلى محكمة المدينة، وهو المنع الذي رفع يوم العملية.